ياه، خلصت تاسك عايزه اعملها بقالي اسبوعين. انجاز. عايزين تعرفوا التريك اللي عملتها ازاي؟ هقول لكم. كلمت حد من زمايلي في الشغل، قلت لهم عايزين ندخل ميتنج لمده ساعه. الميتنج دي اونلاين. هنعمل ايه؟ هنقعد ساكتين في الميتنج بس. جبنا التايمر، قسمنا الميتنج لاربع اجزاء. الجزء الاولاني 25 دقيقه، الجزء الثاني 5 دقايق، وبعدين 25 دقيقه، وبعدين 5 دقايق. عملنا ايه بقى؟ 25 دقيقه الاولانيه احنا فاتحين الكاميرا او قافلينها بس. ال 25 دقيقه كل واحد هيختار تاسك خاصه بيه يقعد يعملها، ما بنتكلمش. وبعد ال 25 دقيقه ما يخلصوا ندخل 5 دقايق، او نفضل يعني نفتح الكاميرا والمايك الخمس دقايق لو احنا قافلينها، ونتكلم احنا انجزنا ايه. وبعدين ندخل 25 دقيقه تانية تركيز، حاجه كده زي السبرنتس، ونخلصها. التكنيك ده اسمه بادي دبلنج. ده للناس اللي عندها ADHD بيخليهم يركزوا اكتر، لان هم حاسين ان في حد قاعد معاهم هيسالهم عملتوا ايه. فده من الحاجات اللي بتشجع. لما بنسيب نفسنا لوحدنا كناس عندها ADHD او حتى التشتت، هنعمل اي حاجه تانية. هنمسك الموبايل، هنلعب في اي حاجه، هنفكر في البطريق اللي هيطلع من المريخ ازاي. فالبادي دبلينج ده من اكتر التكنيكس اللي فعلا بتخلينا تنجز. لو جربوه، ولو حسيتوا ان انتوا استفدتوا شيروا الفيديو ده مع حد محتاج النصيحة دي، وقولولي ايه اكتر حاجة تانية محتاجين ناخد لها تريكس صغيرة.